فيلمنا بيبدأ بطيار واقف وسط التلج في القطب الشمالي بيحفر على الأرض كأنه بيرسم شكل معين. الراجل ده لابس بدلة مكتوب عليها أوفرغارد وبيكون هو الناجي الوحيد من حادثة الطيارة. وبعد ما بيخلص بنكتشف ان الشكل اللي بيرسمه كان رسالة استغاثة، وبيبان انه تايه لوحده في القطب وبيحاول اي حد يوصله. واضح من حالته ان الطيارة وقعت بشكل عنيف والموتور والاجنحة كلها اتدمرت، وبقاله ايام عايش في البرد القارس بيكافح علشان يفضل حي ومستني اي نوع من المساعدة. علشان ياكل بيعمل نظام صيد ذكي كده، بحفر 3 فتحات في بحيرة متجمدة وبيحط فيها عصيان مربوطة بحبال وطعم، وبيقدر من خلالها يصطاد سمك. وبعد ما بياكل بيخزن الباقي في المبرد وبيطلع فوق جبل قريب علشان يبص على المكان حواليه، يمكن يشوف طيارة انقاذ ولا هليكوبتر. ومع الوقت بيرسم خريطة للمكان اللي هو فيه وبيشغل منارة استغاثة. الزرار الأحمر بينور وده معناه ان الاشارة اتبعت، بس لحد دلوقتي الزرار الاخضر اللي معناه في حد استلم مش بيشتغل. الليل بيعدي بصعوبة عليه وبيضطر يرجع حطام الطيارة علشان يدفى ويجمع طاقته لليوم اللي بعده. تاني يوم بيرجع يرسم رسالة الاستغاثة، وقبل ما يكمل بيروح لمكان فيه شوية صخور وبيبص عليها بحزن. بنفهم ان ده كان قبر زميله اللي مات وقت الحادث. بيرجع يكمل تنظيف الرسالة علشان تبان كويس لأي طيارة تعدي، ولما بيروح يبص على فتحات الصيد بيلاقي مفيش سمك، وكمان في آثار مخالب كبيرة جنب واحدة منهم شكلها تبع دب قطبي. بيخاف جدا وبيجري على الطيارة ويقفل على نفسه لحد ما يحس انه في امان. بيرجع تاني يشغل منارة الاستغاثة ومستني الزرار الاخضر يشتغل، بس برضه مفيش حاجة بتحصل. بيحاول يدور حوالين الطيارة بس بيبقى حذر علشان خايف من الدب. اليوم بيعدي والروتين زي ما هو، مفيش حد بيجي ينقذه، ومخزون السمك كمان بيبدأ يقل. كل اللي بيعمله انه بيجرب يبعت الاشارة تاني، وبعد ساعات طويلة من المحاولة الزرار الاخضر فجأة بينور، يعني في حد فعلا استلم النداء. بيجري بسرعة وبيشوف هليكوبتر جاية من بعيد، بيشغل شعلة دخان علشان يبان. الطيارة فعلا بتشوفه وبتحاول تنزل، بس للأسف الجو بيقلب وعاصفة جديدة بتخلي الهليكوبتر تفقد السيطرة وتقع. أوفرغارد بيجري بسرعة لمكان الحادث وبيلاقي الطيار مات، لكن مساعدته لسه عايشة وإن كانت مصابة إصابة خطيرة في بطنها. بياخد منها شنطة الإسعافات وبيحاول يوقف النزيف بأقصى ما يقدر. العاصفة بتستمر ومفيش قدامه حل غير إنه يفضل جوه الهليكوبتر لحد ما تهدى. بعد كام ساعة الجو بيهدى وأوفرغارد بيبدأ يطمن على البنت كل شوية. بيدور جوه الهليكوبتر على أي حاجة تنفع، بيلاقي حبال، فأس للتسلق، شوية شعريه سريعة التحضير، وكمان بيحاول يسخن شوية مية علشان يعملها وياكلها، وبيفرح بيها جدا. ما بيضيعش وقت وبيرجع للطيارة الأصلية قبل ما الجو يضرب تاني. وبعد اللي حصل بيقرر ياخد البنت معاه علشان يعالجها. بيكتب رسالة على جسم الهليكوبتر فيها في 2 عايشين قريب من هنا، يمكن حد يشوفها وينقذهم. بيجر البنت لحد الطيارة، ولما بيوصل بيسألها عن اسمها، بس هي مش بتفهم لغته. بتسأله عن الطيار فبيقول لها انه مات، وبيطلب منها تستناه جوه الطيارة. اول ما تنام بيرجع للهليكوبتر علشان يدور على حاجات اكتر. بيدفن جثة الطيار في التلج وبيغطيه بالحجارة، وبيلاقي خريطة، ولاعة، خزان غاز، وصندوق حديدي، وبيقدر من الحاجات دي يصنع فرن صغير يتدفوا بيه. كمان بيلاقي صورة بتأثر فيه جدا وبيحطها جوه الجاكيت بتاعه. ولما بيرجع الطيارة بيحط الصورة جنب الست، وبنفهم انها كانت صورة عائلية، ودي مراته ومعاهم بنتهم الصغيرة. الست بتكون لسه نايمة، وأوفرغارد بيطهر الجرح بتاعها وبيولع الفرن وبيبص على الخريطة علشان يعرف مكانه بالظبط ويخطط للخطوة الجاي. العاصفة بتزيد يوم عن يوم، وأوفرغارد بيخرج يتأكد لو في سمك في المصيدة، وفعلا بيكون محظوظ المرة دي وبيطلع له سمكة كبيرة تكفيه هو والست اللي معاه. بياخد السمكة دي وبيعمل بيها شوربة سخنة مع شوية شعري سريعة التحضير، ورغم ان الأكلة مش فخمة بس كانت كفاية تدفيه وتديله طاقة. أول ما الشوربة بتجهز بيصحي الست ويديها تاكل علشان تستقوي، بس هي بتكون لسه متأثرة بوفاة جوزها ومش قادرة تاكل، فبيقنعها إنها لازم تاكل علشان تتحسن، وبيطمنها إن كل حاجة هتبقى تمام. بعد كده أوفرغارد بيرجع يحاول يبعت إشارة استغاثة تاني، بس كالعادة مفيش حد بيرد، وده بيخليه يقعد يفكر يعمل إيه علشان ينقذ الست، خصوصا إن حالتها بتسوء مع الوقت. وتاني يوم وهو بيتابع حالتها فجأة تمسك إيده وكأنها بتشكره، وده بيشجعه أكتر إنه يدور على طريق يخرجوا بيها من المكان ده. بيرجع يبص على الخريطة وبيكتشف إن في طريق مختصر بين الجبال يوصلهم لأقرب قرية، فبياخد قراره
ويبدأ يجهز. بيزود الطعم في المصايد ويجمع أكبر كمية سمك يقدر عليها، ويحط الأدوات والسمك جوه المزلاج، ويحط الست في كيس نوم علشان يدفيها. وبعد كده بيكتب رسالة على جسم الطيارة بيقول فيها إن في شخصين متجهين ناحية الجبال ومحتاجين مساعدة. بيربط الحبل في المزلاج وبيبدأ يجره وراه وسط التلج، لكن لما بيرجع يبص على الخريطة بيكتشف إنه كان ماشي في الاتجاه الغلط. فبيرجع للطيارة يصحح الرسالة ويتجه ناحية الشمال. الرحلة بتبدأ والجو صعب، لكنه بيكمل لحد ما بيوصل عند جبل ضخم مش مرسوم أصلا على الخريطة. فبيضطر يغير خطته ويمشي حوالين الجبل. بياخد استراحة جوه كهف صغير تحت الصخور، وبيستخدم الغاز علشان يسخن السمك، وبيطمن على الست ويديها أكل. لكن بالليل وهو نايم بيسمع صوت مرعب وزئير، وبيعرف إن في دب قطبي قريب. بياخد الفأس وبيستعد، لكن الصوت بيهدى ويفتكر إن الدب مشي. بس فجأة الست بتتحرك وتصدر صوت، وده بيخلي الدب يرجع ويحاول يدخل الكهف من فتحة صغيرة، لكن مش بيعرف يدخل بجسمه كله. فبيبدأ يشيل التلج بمخالبه علشان يوسع الطريق. أوفرجارد بسرعة بيولع فلير شعلة نار ويحطه عند وش الدب علشان يخوفه، وفعلا الدب بيخاف ويجري. بعدها أوفرجارد بينهار من التعب والخوف، وبيقعد على الأرض بيحاول يهدى نفسه، وبيقول لنفسه إن كل حاجة هتعدي. تاني يوم بيقرر يخرج من الكهف، وبيلاقي فعلا إن الدب مشي، بس عارف إن لو رجع تاني ساعتها هما الاتنين هيبقوا في خطر كبير. بعدها وهو بيجر الست فوق المزلاج بيكمل الطريق وسط التلج والتعب، وكل اللي في باله دلوقتي هو النجاة. وللأسف بتقابلهم عاصفة ثقيلة جدا بتغطي المكان كله، لدرجة انه مش بيبقى شايف قدامه وبيضطر يقف مكانه. والمرة دي مفيش حتى كهف قريب يحتموا فيه. فبيقرر يدخل شنطة النوم مع الست علشان يتدفوا سوا من البرد القارس. والساعات بتعدي ببطء وهم في قلب العاصفة، لحد ما في الآخر الجو يهدى شوية. ولما أوفرجارد بيصحى بيلاقي التلج مغطيهم من فوق لتحت. بيقوم بسرعة يبص على أدواته يتأكد إنها لسه سليمة، وبيلاقي إن إزازة المياه اتجمدت تماما. فبيحطها جوه الجاكيت بتاعه علشان حرارة جسمه تسيح التلج. بيكمل رحلته لحد ما بيوصل لمنطقة التلج فيها ناعم جدا، وده بيخلي الحركة أصعب والتعب يزيد عليه. فبياخد استراحة جنب تل صغير يولع نار يتدفوا بيها، وبيطلب من الست إنها تضغط على إيده علشان الدم يجري في جسمها. بس للأسف بتكون لسه فقدت الوعي وبتتنفس بصعوبة، واللي بيدل إن حالتها بتسوء أكتر. بيشك أوفرجارد في حاجة وبيبص على الجرح، بيلاقي شكله بقى أسوأ من الأول، وكمان في دم نازل من بقها. فبيخاف إنها تموت وبيفضل محتار، لكن في الآخر بيقرر إنه يسيبها ويكمل لوحده، لأنه عارف إن الاتنين مش هيقدروا ينجوا بالشكل ده. بياخد بس الأدوات ويبعد المزلاج عن الطريق، وأول ما يمشي شوية بيلاقي صخور طالع من بينها ورد، لكنه بيتزحلق وبيقع في حفرة كبيرة. وبيصحى بعدها يلاقي رجله محشورة تحت صخرة. بيحاول يحررها بكل قوته بس مش بيقدر، وبيفقد الأمل شوية. بس بيرجع يتمسك بالحياة ويبدأ يسحب نفسه لحد ما بيقدر يطلع رجله رغم الألم الشديد. بيطلع من الكهف بالعافية وبيرجع على المكان اللي ساب فيه الست. بياخد صورة عيلتها علشان يدهاله لابنها لو شافه، لكنه بيتفاجئ إنها فاقت وبتتكلم وبتقوله إنها حاسة إنها أحسن. بيعيط قدامها وبيعتذر إنه كان ناوي يسيبها، وبيوعدها إنهم هيكملوا الرحلة سوا مهما حصل. بيبدأ يسحب المزلاج تاني وبيبص على الجرح بتاعه يلاقيه بقى صعب جدا. فبيحط التلج عليه مع قماشة علشان يوقف النزيف ويكمل طريقه، وهو بيقنع نفسه إنه لازم ينسى التعب والوجع علشان يوصلوا. وبعد شوية بيدي الست آخر نقطة مي معاه ويبلع شوية تلج علشان يروي عطشه. يبص على الخريطة يلاقي إن لسه قدامهم طريق طويل، والتعب بيبدأ يسيطر عليه أكتر، وخصوصا لما بيطلع على منطقة عالية وبيحاول يستخدم الحديد اللي معاه، لكن الإصابة بتصعب عليه كل حاجة. بيروح يشوف منارة الاستغاثة يلاقيها اتكسرت من الوقعة. فبيطلع فوق التلي يمكن يلاقي أي حد، وهناك بيشوف هليكوبتر نازلة بعيد. بيرجع بسرعة وبيدزق المزلاج بأقصى طاقة عنده وبيصرخ بأعلى صوت، بس صوته بيكون ضعيف ومفيش حل غير إنه يولع آخر فلير معاه ويحركه علشان يلفت نظرهم. بس للأسف محدش بياخد باله منه. فبيولع الجاكيت بتاعه وبيبدأ يلوح به يمين وشمال وعلى أمل إنهم يشوفوه، لكن الفريق بيرجع للهليكوبتر وبيمشي. وساعتها بيحس إن الأمل بيضيع من إيده، لكنه ما بيستسلمش. بيشيل الست وبيوقفها، يمكن لو شافوها يساعدوها على الآل. وبرغم إن الهليكوبتر بتبعت بيرجعها على المزلاج وبيقول لها إنه مش هيسيبها لوحدها، وبيقعد جنبها على التل يطمنها ويقول لها إن كله هيبقى تمام، وينام من كتر التعب. وفجأة بنشوف ريح قوية بتعدي عليهم، وبعدها الهليكوبتر بترجع وتنزل وراهم، وده معناه إن الفريق شافهم وجاي ينقذهم أخيرا. وبرغم كل الصعوبات اللي مرت بيهم أوفرجارد قدر يتحدى البرد والتعب والمستحيل، مش علشان بس ينقذ نفسه لكن علشان ما يسيبهاش ورا.
ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش الاشتراك ولايك، بس كده سلام.